فكر معايا، لو حد عايز يسيطر على عقلك هيعمل ده ازاي؟ بالسلاح ولا بالمعلومه؟ قبل ما اقول لك جرب تجاوب لوحدك. الحروب زمان كانت دبابات وصواريخ، دلوقتي بقت حرب معلومات، تحكم وسيطره من غير طلقه واحده. التكنولوجيا حولت الحروب من معركه عضلات لمعركه عقول، واللي يقدر يتحكم في العقول هو المنتصر الحقيقي. بس ازاي؟ تعال نشوف. واحد، التلاعب بالعقول والاعلام، وده عن طريق الحرب النفسيه والاعلاميه، الاخبار الكاذبه، الشائعات، التضليل على وسائل الاعلام والسوشيال ميديا. بوست بسيط ممكن يقلب الراي العام، وهاشتاج ممكن يولع بلد. اتنين، الافلام والالعاب الموجهه، حاجات تبدو ترفيهيه لكنها بتزرع افكار تخدم جهات خفيه وتهيئ المجتمع لتقبل سياسه معينه. حتى العاب الاطفال زي روبلكس بقت وسيله لغسل المخ بطريقه غير مباشره. ثلاثة، الهجمات الالكترونيه والتكنولوجيا الذكيه، الهجمات السيبرانيه زي اختراق الانظمه الالكترونيه للبنوك والمرافق والحكومات، بحيث بلد كامله ممكن تصحى تلاقي نفسها في الضلمه بدون فلوس بدون بيانات وانظمتها منهاره. أربعة، الذكاء الاصطناعي والخوارزميات، بتحدد لك انت بتشوف ايه وتصدق ايه، تتحكم في الاخبار اللي توصل لك وتخلق فوضى فكريه بدون ما حد ياخد باله. خمسة، ضرب الاقتصاد والسيطره على الموارد، التلاعب بالاسواق والعملات، رفع او خفض اسعار السلع الاساسيه زي الوقود والغذاء عشان يضغطوا على اقتصاد الدوله ويخنقوها تماما. السيطره الاقتصاديه، بدل الاحتلال العسكري، بدل ما يحتلوا ارضك يتحكموا في البنوك، الاستثمارات، تجاره، ويخلوك تحت رحمتهم بدون ما يطلقوا رصاصه واحده. تدمير المجتمع من الداخل، اضعاف الدوله من جوه، خلق انقسامات داخل المجتمع، تغذيه الصراعات الطائفيه، وضرب الثقه بين الشعب والقياده بحيث الناس تهدم بلدها بايديها. تدمير الهويه والثقافه، نشر افكار ومعتقدات غريبه تمسح الهويه الوطنيه والدينيه وتخلق جيل جديد مش عارف هو تبع مين ولا ايه قضيته. تهييج الحشود وتحريك الشارع رقميا، ناس بتتحرك في الشارع مقتنعه انها بتطالب بحقوقها لكنها في الحقيقه مجرد عساكر شطرنج في لعبه اكبر بتحركها جهات معينه عندها اجندات.